هل احتراف عبد المنعم لنيس الفرنسي ممكن ينجح؟ تعالوا نتكلم مع بعض. حكاية تانية عبد المنعم، حكاية تانية وقصة تانية. محمد عبد المنعم ممتع. مبدئيا احنا محتاجين نكون متفقين ان محمد عبد المنعم هو مش مجرد لعيب جامد. انا بشوف عبد المنعم هو لعيب فلتة. طب ايه الفرق انك تكون لعيب جامد وانك تكون لعيب فلتة؟ لعيب جامد يعني انت عندك امكانيات اعلى من اللي حواليك، بس احنا هنا بنتكلم على لعيب فلتة عنده امكانيات مش في اللي حواليه اصلا. يعني انا مفيش مدافع في مصر او افريقيا انا اتفرجت عليه في الجيل ده عنده امكانيات بنفس امكانيات محمد عبد المنعم. انت بتشوف لعيب زي ده المفروض ان هو مدافع بيشمس لك المهاجمين اللي بتلعب عليه. تشوفه في ماتش كاس مصر بيثبت زيزو ازاي وبيطلع بالكوره بمنتهى السهوله. ستايل محمد عبد المنعم نفسه كمدافع مش موجود في الدوري المصري او في افريقيا. لو هتتكلم على شخصيته جوه الملعب فلعيب زي ده تطمن ان هو موجود في فريقك. لعيب عنده حميه، عنده غيره كده على فريقه، بيكره الخساره، وانا بامانه بعشق اللعيبه اللي من النوعيه دي. وانا بتكلم معاك كده اول ما اتكلمت على شخصيته جه في ذهني على طول لقطته مع تشاوميني في كاس العالم للانديه، لما تشاوميني راح لك باستهزاء ان هو يحط كره على نقطه الجزاء لما كان الحكم رايح يحسب ضربه الجزاء ويشوف الفار بشكل يعني فيه استهزاء، او حتى انه كان بيهزر بس الاهلي كان ساعتها خسران. فعبد المنعم ساعتها راح لك اتخانق معاه، ولا بقى همه تشاوميني ولا ريال مدريد ولا كاس عالم للانديه، ما اعتمدش حد. بتشوفه في نهائي الوداد 2022 ما شاركش في النهائي وخسرنا ساعتها البطوله دي، خارج من الملعب بيشاور للجمهور ان هو رقم واحد، وفعلا السنه اللي بعدها هو اللي بيجيب لك الجون اللي تكسب بيه النهائي. فلعيب زي محمد عبد المنعم بشخصيته وبعقليته اللي بتظهر في ادائه جوه الملعب وفي مستواه البدني اللي بسم الله ما شاء الله دايما في تطور، ده غير اني بشوفه ما بيهبش الماتشات الكبيره. انت بتشوف كيروش استدعاه في بطوله افريقيا اللي كانت في الكاميرون، لعب وادى وقدم مستويات مش طبيعيه. حتى بتشوف في الاخر كوليبالي ساعتها شكر في امكانياته ازاي، وساعتها انت كنت جايبه محدش لسه كان يعرف مستواه عامل ازاي، اغلبيه الناس مش عارفه عبد المنعم ولا عارفه مستوياته هيلعب ازاي هيعمل ايه، ومع ذلك بتشوفه قدم مستويات عامله ازاي في البطوله دي. طب كل ده كلام حلو جدا يخليك مستبشر خير ان عبد المنعم هيقدم مسيره قويه في الاحتراف. طب ايه هي الصعوبات اللي هتواجه محمد عبد المنعم واللي هيحتاج يتغلب عليها؟ رقم واحد واهمهم هي اللغه. محمد عبد المنعم لازم يتعلم فرنسي. دوله زي فرنسا دي اللغه الرسميه عندها هي الفرنسي، هتلاقي الحكام بيتكلموا فرنسي، هتلاقي مثلا اللعيبه بتتكلم فرنسي، المدرب بيتكلم فرنسي، فلازم ومش بمزاجه ان هو يتعلم اللغه. يشوف مصطفى محمد بسم الله ما شاء الله عليه بيتكلم فرنسي، وده اللي مخليه قادر يكمل لحد دلوقتي في الدوري الفرنسي. ويتعلم برضه من غلطه امام عاشور لما راح لك الدنمارك وما تاقلمش بسبب اللغه. وهي اللغه دلوقتي عامه في الاحتراف عشان تقدر تسافر وتكمل مسيره قويه لازم تتعلم لغه البلد اللي انت هتروحها. تاني حاجه وبرضه مهمه جدا ان هو يتاقلم مع الترانزيشن اللي حصل، الترانزيشن الكبير جدا اللي حصل في مسيرته الكرويه دي، ان هو يطلع من دوري مضحك زي الدوري المصري على دوري فرنسي من اكبر الدوريات في العالم. لازم هو يفهم المستوى اللي هو وصل له دلوقتي او الليفل اللي بقى بيلعب فيه عشان يعرف يتاقلم على ده. يعني انت مش هيلعب عليك هناك واحد زي احمد عاطف قطه، مع احترامي الشديد ليهم، احمد عاطف قطه ومش عارف عبد الحميد اجويرو ومحمود حسن ميسي ولا محمود مصطفى ميسي، لا انت هتلاعب لعيبه قويه. تالت حاجه بشوفها برضو مهمه ان عبد المنعم يهتم بيها هي التدرج في مستويات الاحتراف. انت بتشوف محمد صلاح راح لك من بازل على تشيلسي، ما مشيتش معاه في تشيلسي فرجع تاني على فيورنتينا مستوى اقل، من فيورنتينا لروما، من روما لليفربول، وشوف المستوى اللي بسم الله ما شاء الله محمد صلاح بيقدمه دلوقتي. يعني لا تستعجل في انك تروح نادي تتحرق فيه بدري، ولا تبقى مبسوط بالمستوى اللي انت فيه وتفضل مقرر انك تكمل في الدوري الفرنسي. لا، امكانيات عبد المنعم تاهله للدوري اكبر من ده كمان. ودي الحاجات اللي بشوف انه لو عملها واستمر على المستوى اللي هو فيه وبنفس الاداء والشخصيه والعقليه اللي هو فيها، فبتوقع ان موسم او اتنين بالكتير وهتلاقي محمد عبد المنعم في اكبر انديه اوروبا. يا جماعه اقسم بالله لا يحوش، اقسم بالله هضربه.